السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما نبدأ في اي حاجة نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. لو اول بقى مرة تشوفيني يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بنزله باذن الله. النهارده كده عندنا تنظيف ضرفة الخزين، وطبعا زي ما انتم متعودين في كل فيديو عندنا فكرة. صلي على النبي كده وحط اللايك بتاعك، الله يكبر خاطرك، واكتبي كومنتك الجميل لو عندك اي مشكلة او اي ميزانية نعملها مع بعض ان شاء الله. هنا كده عندي عايزه اقول لكم بس ان انا عندي مشكله في التليفون، فعلشان اصور روتين كبير مع بعضه او روتين كامل التليفون بيجي في نص الفيديو ويجيب لي الشاشه سمراء خالص. فبس هحاول اصلحه وبعد كده انزل لكم الروتين شامل كل حاجه ان شاء الله. هنا كده وانا واقفه بطبخ فلقيت الضرفه دي بصوا متبهدله، جيت اخد كيس الرز لقيتها متبهدله خالص، قلت لا ما بديهاش بقى، يلا نقف نروقها كده مع بعض ونفضفض شويه. بدأت بقى اشيل الحاجة، بصوا في ايديا مسمار بحط فيها، علبة طحينة، اي حاجة بحطها فيها على طول. انا من ساعة ما صراحة ما عملت المطبخ يا بنات رخام، وبجد نفسي اقفله جدا، نفسي اقفله، لان طول ما هو مفتوح كده الحاجة بتتبهدل على طول ولازم تكون ايدك على طول فيه. وبغض النظر كمان ان بقى الحاجات من الدهون وكده، فان شاء الله نقفله مع بعض بإذن الله الفترة اللي جاية. هنا بقى مسكت كده، جبت فوطه مبلوله وبدات ان انا امسح مطرح الحاجات، في رز مثلا واقع، حبه سكر، حاجه. وهنا كده حطيت صابون وبدات ان انا ابل الفوطه وامسح بالصابون، بحيث ان انا اتخلص من اي مثلا لو في اي عفره اي حاجه واقعه من الاكياس اتخلص منها، ما يكونش في حاجه، واسيبها تتهوى طبعا وبعد كده هرص فيها الحاجات. وفدينا بقى النهارده بيتكلم عن ايه يا ساره؟ بما ان الفيديو اللي فات عجبكم، احنا كنا واقفين المره اللي فاتت، لو انت ما بتعرفيش تعملي حصاله وما بتعرفيش تدبقي فلوس، او اول مثلا بتدبقي فلوس بتتصرف منك، لو اتزنقتي في اي حاجه بتطلعيها، ان احنا نعمل بوكس. البوكس ده يا بنات زي ما انا قلت لكم نلم فيه حاجات لرمضان ان شاء الله، يحيينا ويحييكم ربنا يا رب. لسه بدري يا ساره؟ لا يا حبيبه قلبي، واحنا كمان عندنا ميزانيه هتبدا ان شاء الله الشهر الجاي او في اخر الشهر 9. هقول لكم برضو تشيلوا حاجات ازاي لرمضان، اللي هي الحاجات اللي بتاعه الاكل والشرب من غير ما تحسوا خالص. احنا دلوقتي بنشيل ايه؟ بنشيل دست الكوبايات، بنشيل مثلا مضرب عجبنا، بنشيل سكريه، بنشيل طقم كوبايات، بنشيل شفشق للعصير. ليه بقى الحاجات دي؟ اسمي جبت مشتريات لرمضان. وغير كده اللهم بارك يا رب، مثلا هاجي مثلا هحتاج مثلا 200 جنيه 300 جنيه ان انا مثلا اجيب دلايه مكتوب عليها رمضان كريم، اجيب مثلا حبل لد، اجيب مثلا فرع نور، فما يكونش الدنيا ضغط عليا اعوز لي بقى 3 4000 جنيه عشان اجيب حاجات للمطبخ واجيب حاجات لزينه رمضان، وانا استطاعتي مش كده، واضغط على نفسي واضغط على اللي معايا في البيت عشان انا مش عارفه اجيب. لا، هاتي وحوشي من دلوقتي، اركني الكرتونه تحت السرير، فوق الدولاب، في اي مكان عندك ما ايدك ما بتروحش عليه خالص، اي حاجه تمسكيها حطيها فيه. طيب ان شاء الله بقى الفترات اللي جايه استغنينا عن كيس سكر، هنحط فيها ازازه زيت، هنحط فيها الحاجات اللي مده صلاحيتها كبيره. ان شاء الله هبدا الميزانيه دي معاكم في اخر 9 او في اول 10 ان شاء الله، ربنا ما يجيب شر يا رب. هخليكي برضو تكوني ست مدبره وموفره، وتقدري ان انت يكون عندك خزين في بيتك من غير ما تحسي ومن غير تكلفه عليكي خالص خالص. هنا بقى ايام ما كنت بركب الرخام يا ولاد، كان في اللي هو ورق الحائط، يا عم نشيله للراجل، يقول لا انا مش هستناكي لما تشيليه. فبصوا اتبهدل كده، فهحاول بقى ان انا اشيله كله، هتخلص منه كله ان شاء الله، في اللي هي في الحاجات الجوانب والحاجات اللي باينه دي، فهحاول ان انا اتخلص من الورق ده خالص واخليه كده سيراميك عادي. طبعا الراجل ما كانش صابر خالص ان احنا نشيله كده او ان احنا نفضي المكان، فهو عمل عليه بقى خلى الحته اللي هيعمل فيها وساب لي بقيه الورق. هنا كده بقى بدات ارص المكرونه، وكان عندي فول، وكان عندي حبه دقيق، بدات ارص الحاجه اللي انا عايزاها والحاجه اللي انا مش عايزاها بقيت اركنها على جنب. وعايزاكم بقى يا بنات الكركبه، وما ادراكي ما الكركبه. الكركبه دي ممكن تعمل توتر في دماغك، اقسم بالله ممكن تعمل بصي تخليكي كده قاعده ان انت محتاره، ان انت حاسه ان الدنيا متكركبه حواليكي. في كذا فيديو هقول الحاجه اللي مستغنيه عنها وان انت ايدك مش هتيجي عليها تاني ومش هتستعمليها تخلصي منها. هدوم لاولادك ما عادوش بيلبسوها، صغروا عليهم، ما تكركبيش في الدولاب وترجعي تقولي اصلا الدولاب بيتبهدل ما بعرفش اطبق، الدنيا متكركبه عليا. معايا ولاد يا ساره في البيت وبنات، والدنيا متكركبه عليا، والولاد في البيت ما بيسكتوش. اعمل ضرفه اعمل حاجه على قدي. يعني انا النهارده مسكت ضرفه الخزين نضفتها وظبطتها، بكره هاخد الضرفه اللي جنبها، لو في اي ورق، لو في اي كوبايه ما بنستخدمهاش، حاجات احنا مش عايزينها نتخلص منها.
خلاط بقاله سنين مركون محروق مش هيتصلح وراكناه عندك في المطبخ عامل زحمه، ممكن مكانه نرص حاجات تانية. حاجات نتخلص منها، اللي ورق، كراكيب، كتب الولاد اللي معادوش هيستخدموها، كل ده لازم تتخلصي منه اول باول. الكركبه بتعمل دوشه في الدماغ جامده جدا يا بنات والله. طيب امسك كل اسبوع احدد لنفسي يوم، النهارده هنزل مثلا ضرفه ولد وحد من الولاد، اروقها واظبطها، اشوف ايه اللي صغر عليه، ايه اللي هيلبسه، اطلع لو في هدوم في المدرسه هطلعها، حاجات صغرت عليه استغنى عنها اديها لحد محتاج او استغنى عنها خالص. ده ضرفه وخلصت منها ان شاء الله. مثلا مش قادره اعمل الضرفه التانيه بكره، وراه تاني يوم ولا بتالت يوم وانا بطبق الهدوم هاخد ضرفه مثلا البنوته دي، اشوف ايه اللي كبر، ايه اللي كبر عليها تلبسه، ايه اللي صغير عليها اتخلص منها. حاولي ان انت تجاهدي نفسك، ما تحاوليش ان انت لا مش قادره مش عامله الشغل كتير عليا هسيب دي متكركبه، لا ما تسيبيش حاجه متكركبه عليكي خالص، حاولي ان انت تتخلصي منها. بقول لك لو ضرفه هتاخديها كده يوميا، النهارده بطبق الغسيل، طب وانا بطبق بالمره هاخد ضرفه مثلا حد من الولاد، النهارده ضرفه جوزي، النهارده ضرفتي، بكره ضرفه الملايات، الحاجه اللي مش مستغنيه عنها، الحاجه المقطوعه، الحاجه اللي مش هتتصلح، احاول اتخلص منها اول باول. حاولي ان انت ما تضغطيش على نفسك ان انت مثلا ما اقومش رايحه منزله الدولاب كل مره واحده واقعد جنبه، لا انا مطبقاه ولا انا عاملاه، لا اخد ضرفه. كذلك المطبخ، ان انا مثلا اعمل في المطبخ ضرفه واسيب بقى الحاجات الخارجيه للاخر خالص، المسح، التنظيف، الرخام من على الاول كده اخده مره واحده. وايه تاني كمان ان انا زي ما انا قلت لك هتاخدي المطبخ ضرفه وبعد كده تسيبي الاولويات. لو الحاجه نزلتيها كلها مره واحده هتحسي ان انت تايهه ومش عارفه تعملي اي حاجه والموضوع كبير عليكي، فانت حاولي تاخدي الموضوع واحده واحده. هعمل الضرفه دي النهارده، التلاجة بكره، تنظيف البوتاجاز من الداخل والخارج بعده كده. والسلام عليكم ورحمه الله.